الغدا ديال اليوم هو العدس والحوت، الاكله اللي كيحماقوا عليها وكيتفقوا عليها كاع المغاربه. ولكن منين كنغسلوا الحوت كيخلي لنا الريحه ديال الزفوريه، وكذلك ملي كنقليوه كيخلي لنا واحد الرويحه. اليوم غنعطيك جوج الوصفات خطيرين جدا. الاولى كيفاش منين نغسلوا الحوت كيفاش نحيو ديك الريحه الزفوريه، والثانيه منين غنقليو الحوت غنرشوا المعطر ديالنا وغيخلي لنا الدار فيها ريحه ديال الانتعاش. وهذه هي الزفوريه اللي ما عنديش معاها. يلا اجيو باش نحيدوها. بعد ما كنكون نظفت المكان ديالي كندوز عاد نصايب الوصفه. دابا انا واخا نظفت راه مازال عندي الريحه ديال الزفوره. باش هاد الريحه الزفوره تحيد غادي نحتاجو الماء يكون دافي، نص حامضه غنعصروها البنات، غنعصروا هاد نص حامضه حيت معروف على الحامض مطهر. وغادي نزيدو كذلك الخل، سمحوا لي نزيدو الخل ثمن واحد 3 المعالق كبار. وهاد الحامضه غنقطعها في وسط هاد المكونات هادو، وغاديها غادي نعقم بها المكان وغنمسح بها، والريحه ديال الزفوريه غتختفي. شي دابا كنخلط والريحه عطاتني. البنات من بعد ما قطعت في وسط الحامض، دابا راه سخون، انا الماء درتو سخون، المهم غادي نشدها وغادي نغسل بها هاد الزليجه هذا، نغسل بها الحوض ديال لابافو، الزيوفه اللي استعملت، وغادي الريحه ديال الزفوريه ديال الحوت غتختفي تماما. وصفه مجربه ومعتمده عندي. انا دائما كنشارك معكم الوصفات اللي كنكون ديجا خدمتهم وديجا معتمدين عندي. ومباشره مشيت كنمسح ديك الرخامه. فريمون يا البنات راه الرويحه بقات زوينه بزاف وتحيدات ليا ديك الريحه ديال الزفوره. معروف الحامض والخل كيقضي على الريحه ديال الزفوره. صافي هنايا رقدت هذوك المنيدلات اللي بقاو عندي تما. وهذا الشق الثاني من الوصفه. يلا نكتشفوا الوصفه الثانيه اللي غتحيد لينا ريحه الحوت. الوصفه الثانيه اللي غتحيد لينا الريحه ديال الحوت غادي نحتاجوا الحامض، وغادي نحتاجوا كذلك القرفه اللي قامه، وواحد الحبيبات ديال القرنفل غنديروهم يطبخوا، وداك البخار ديالهم هو اللي غادي يمص لينا الريحه ديال القلي ديال الحوت. وهكا غتولي عندنا واحد الريحه منعشه في الكوزينه ديالنا. وهي كتغلي البنات صدقوني راه فريمون كتعطي واحد الرويحه خطيره جدا، الريحه ديال الانتعاش فريمون خلات واحد الرويحه زوينه بزاف في الكوزينه. لا ما فيك ما ديري شي خلطه، كيف ما تنقول لك دائما اجي خذي هذا المعطر ديالي واستمتعي بواحد الريحه ديال الفخيشه والريحه ديال النقاوه. وهذا المعطر هذا قادر يحيد لك اي ريحه كيف ما بغات تكون ديال الكوزينه. وهنا دائما تنقول لكم الى عجبكم لا فيديو ما تنسونيش من لي لايك ولي كومونتير زوينين وتابوناو في لاباج. والسلام عليكم.